اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم، شلونكم حبايبي؟ إن شاء الله الكل بخير وصحة وعافية يا رب. عظم الله لكم الأجر بوفاة سيد البشرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حبايبي اليوم راح أسوي وياكم كبة البرغل، كبة المرق يعني، وكبة التمن، اثنيناتهم بحشوة واحدة. أنا سابقا مسويتها بالقناة وهسه رجعت أسويها مرة ثانية، بس هالمرة شوي مختلفة. عندي برغل، هذا برغل عندي كوب، وراح أضيف جريش، وراح أضيف هالمرة وياه سميد. يجوز تقولون السميد يعني يسويها شوية قوية أو فتشي، لا ما يسويها قوية. وهسه راح أشوفكم. بالعكس السميد يخليها كلش متماسكة. هسه ضفت برغل، وهسه راح أضيف الجريش، وبعدين أضيف السميد. السميد ما أضيفه هواي، ضفت قليل، نص كوب، فلهذا ما راح يأثر عليه. وضفت ملح، رشة ملح، وإذا تحبون تضيفون قليل كركم على العجينة مالته همين عادي يصير، بس أنا ما ضفت. وراح أضيف قليل فلفل أسود. طبعا لولو لازم يشاركني أي فيديو أقعد مثل شغلة أسويها، لازم هي تشاركني، لازم وتخلي إيدها، يعني البركة مالتها لازم تحل بالموضوع. فشفتوها خلت هي ملح، واخذتها من عندها لين مرات تخلي هواي ملح. هسه راح أخلطهم، وراح أضيفن ماي عادي، يعني مو ماي حار أو ماي، لا عادي ماي من الحنفية. راح أضيفن كوب وأحركه وأرجع أضيف، أشوف إيش قد يحتاج. بعد أنتو شون عينكم ميزانكم، لا تضيفونه هواي، تضيفون وتحركون هذا البرغل حد ما تشوفونه يعني المستوى الماي مالته زين. بعدين تتركونه. أنا تركته تقريبا ساعة إلا ربع بين ما كملت عجينة الكبة التمن وسويت الحشوة. هالنوبة رجعت لقيته يعني مرتاح ومفتوحات حبات البرغل وعجنته. هسه أضيف له ماي شوية بعد، وأغطيه أخلي على صفحة حد ما أكمل بقية الشغلات اللي عندي. طبعا أنا كنت يعني أثناء ما أصور الفيديو كنت أحكي، بس لين هوسة وتلفزيون فلغيت الصوت. شوف هناك الكبة مالت التمن، أنا هنا طبخت تمن وضفت وياه بوتيتاية وحدة، ضفت قلاصين تمن، يعني الكوب اللي انتو تقيسون بيه التمن مالكم، ضفت 2 وضفت له بوتيتاية وحدة كبيرة، وضفت ملح قليل وكركم وشوية زيت. شوفوا هنا بعد ما استوى، طبعا وهو حار، بس نشف من الماي كلش وهو حار، ظليت انا اهرس بيه. بعدين هسه حولته هنا بماعون اكبر، وهسه راح اضيف له خاشوقتين نشا. طبعا النشا ينطي شوية شلون تقولون تصير العجينة مالت الكبة ما تصير هشة كلش ولينة من داخل ومن برا، لا تصير شوية من برا مكسبة كلش حلوة. هسه ضفت خاشوقتين وعجنته وخليته كلش اختفت، ورجعت ضفت خاشوقتين، يعني ضفت 4 خواشيق. راح ارجع كلش اهرسه. على فكرة انا يعني ما اعتمدت بس على هذه الهراسة مالت ايد، لا رحت طحنته بمحضرة الطعام، لان انا ما عندي هذه الماكينة مالت الكبة، فعادي يصير بمحضرة الطعام على مود تصير العجينة كلش ناعمة، تختفي حبات التمن، حتى تصير الكبة شكلها احلى.
شوفوا هنا بعد ما سويته بمحضرة الطعام صار كلش ناعم، كلش ناعم، اختفت حبات التمن. شوفوها شلون ناعمة. صراحة اخذ من عنده قسم اشتغل بيه، والقسم الثاني اخليه على صفحة حد ما اكمل اللي عندي وبعدين اخذ الباقي. شوفوا هذا البرغل هسه اجيت حتى اعجنه. هسه هنا لقيته انا ناشف من تضيفون قليل، كلش قليل ماي، حتى لو بخاشوقة وتعجنون حتى لا يصير لين عندكم. هسه جيت اسوي الحشوة. طبعا انا الحشوة سويتها يعني قبل لا اعجنه. سويت الحشوة هنا أنا عندي 4 بصلايات كبار رمتهم، وراح بعدين ورا ما يذبل كلش نبى اضيف اللحم. انتو اذا ما تحبون تضيفون هالكيد بصل عادي، كل من كيفه. خاف تشوفونه هواي لو فشي، بس هو البصل يعني راح يذوب ما راح يبقى، لان هذا بصل ابيض مو بصل احمر، فراح يذوب ما يبقى. واحنا يعني نحب كمية البصل اكثر من اللحم، لان يعني عائلتي مو هالقد علاقتهم ويا اللحم، فلهذا انا اسوي البصل اكثر من اللحم. وحتى كمية البهارات همين اضيفها اكثر من اللي تشوفون. يجوز تقولون يجوز هواي تضيفين بهارات، بس على مود شنو ما تبقى للحم اي ريحة، ولو انا يعني حمسته كل زين ما خليت له اي ريحة. فهسه شوفوا بعد ما انحمس البصل وذبل وضفت له اللحم، وهمين انحمس اللحم كل زين، هسه راح اضيف له قليل خل ابيض. اذا شايفين الفيديو السابق اللي سويت بالكبة موجود بالقناة، همين ضفت خل ابيض. قايلت لكم انا الخل الابيض يشيل الزنخة مالت اللحم، سواء لحم او مرقة دجاج همين قليل تضيفوا له يشيل الزفرة كلش. فانا هسه اضفت قليل وراح اخليه ينشف كل زين. يلا اضيف البهارات. لحد الان شفتوا ما ضفت انا ولا قطرة زيت. الحشوة مالت الكبة ما ينضاف لها زيت، لان هي اصلا اللحم ويا بنسبة دهون، يعني بنسبة هذا اللي او الشحم، فلهذا ما اضيف انا زيت. والحشوة مالت الكبة ما ينضاف لها زيت. اذا تريدون تضيفون كلش قطرات لان الكبة تنفتح. هسه راح اضيف البهارات. ضفت كاري، هاي اخر شي باقي عندي الكاري كله خليته. وهسه راح اضيف هذه البهارات. هذه البهارات زوجي جابها من العطار، والله انا استخدمها يعني للدجاج وللحم. هي بيها طالع ريحة الهيل وريحة القرنفل كلش قوية، فتنطي طعم كلش طيب. هنا أنا عندي بهارات مال شاورما همين ضفتها، وفلفل اسود راح اضيف حتى شوية الحشوة تصير حارة. هنا ضفت فلفل اسود هواي حتى تطلع الحرارة مالت الكبة، لان احنا نحبها حارة. انتو اذا تحبونها ما تحبون الحرارة طالعة ضيفوا قليل. هسه نضيف ملح، وهسه اضيف بعد زنجبيل باودر. هي الكبة إلها هواي طرق، يعني لا طريقة ولا طريقتين، بس أنا والله يعني أحب أشارككم أي طريقة أسويها. وأنا من النوع حتى لو تنجح عندي الطريقة مالت الكبة أو أي طريقة يعني أي شي أسوي، سواء معجنات أو كيك أو أكل، يعني هاي كبة أو أي نوعية أسويها. حتى لو الطريقة تنجح عندي ما أعرف، لازم أجرب طريقة ثانية.
لازم ما أحب أبقى على نفس الطريقة، لازم أجرب كل الطرق وأشوف شنو هي أكثر شي ناجحة. وهم كلهم ناجحين نوعيات هاي العجينة مالت الكبة والحشوة. وفي الزنجبيل باودر. وهسه آخر شي أضيف الكرفس وأطفي على مود الكرفس لا يذبل ويصير لونه أسود، يصير مو طيب. هاي هنا طفيت النار ورفعتها من على النار. شوفوا هذه العجينة عجينتها وكملتها صارت كلش حلوة. حضرتها يمي وحضرت هذه العجينة مالت التمن، كبة التمن والحشوة. صراحة ألف الكبة قدامكم. خلوا يمكم ماي حتى تخلون ايدكم بالماء وتلفون الكبة. ابد لا تخلون ايدكم بالزيت، يعني اكو بيها ناس تخلي زيت وتلف الكبة. الزيت يخلي الكبة تنفتح مو مثل الماي، فانا كله اخلي ماي احسن. الكبة مالت هذه الكبة مالت مرق مو مالت قلي. على فكرة مالت القلي تختلف العجينة مالتها، هذه مالت مرق. كنت انا اسوي مالت المرق تصير كرات 3 طابات. بس بعدين قلت خلي اغير اسوي شلون مالت القلي شكلها، وظليت اسوي هذه النوعية. وحتى العائلة يحبون هذه اكثر من هذيك اللي تصير مثل الكرات. صوت المكيف طالع كلش مزعج، يطلع عندكم بالفيديو بس اعتذر. شنو اسوي يعني؟ من اقعد ادبلج الفيديو لازم يعني واحد يقعد بمكان بارد. بالغرفة قاعدة وشغلة المكيف وصوته طالع كلش مزعج بالفيديو، فاعتذر من عندكم. طبعا هاي انا لفيتها بالليل بعد ما خلصت العشاء ووصلت للماعين وكملت. بلشت بيها وسويتها اليوم ثاني. يوم ثاني العشاء سويتها. شوفون انا اخلي قليل حشو بالكباية. ما يحبون الكبة من اسويها، ما يحبون الحشو هواي ببطن الكبة، فلهذا انا اضيف كمية مو هواي قليلة. يعني هي مو قليلة مناسبة. بس اكو بيها ناس تحب الكباية تصير يعني كلش متروسة حشو، بس احنا ما يحبون بيها هواي حشو،
فأنتوا هو الأكل أذواق، أنتوا شنو اللي يعجبكم، شنو اللي يعجب عائلتكم، شنو اللي يحبونه تسوونه أكيد. فلهذا أنا قاعد أضيف كمية قليلة. هي شوي الكبة تحتاج يعني العفو، تحتاج وقت شوي، تحتاج شوي مجهود من عندنا، لأن أحسها شوية تعب. أنا بالنسبة لي والله تعبني الكبة من أسويها، لأن يعني تحتاج قعدة وشغله هواي. فواحد يتعب يوم ويرتاح تالي. يعني وهذه سوت لي كمية هواي أنا الحمد لله. جمدتها وخليتها بالفريز، سويت يوم ثاني من عندها العشاء. تفيدني. تدرون انتو العشاء احنا نساء شلون نحتار بالعشاء، فيجي وقت طلعين الكبة من الفريز وتقلينها. على فكرة يعني هو يعني مو بس للعشاء تنفع، انا مرات حتى للغداء اسوى من عندها. يعني مرات مثلا ما يردون تمن ومرق، هم يعني يميلون من التمن والمرق، فشنو اسوي مقليات. اسوي كبة، اقلي وياها طماطة، اقلي وياها بوتيتة، شاي، جبن، والحمد لله والشكر. يعني مو الا للعشاء مثلا. بس احنا ما اعرف ليش الا تمن ومرق. بس واحد حلو التغيير، يغير. شوفوا هذه الكمية اللي سوتها لي خير من الله الحمد لله. هذه كبة التمن وهذه كبة البرغل. هسه راح اخليهم بالفريز افرزهم، وبعدين اخليهم بهذه اللي هيك الفلين اللي يخلون بهن كبة بالسوق، اللي بيعون بهن كبة. انا عندي من عندهن هنا يمكن 10 بألف اتصور. فاجيب من عندهن حتى اذا اسوي سمبوسة او كبة اخلي بيهن. وهذه الكبة يوم ثاني شوفوا عفوا، شوفوا شلون هشة ومو قاسية ولا قوية ولا اي شي، كلش طيبة. ومالت التمن همين قليت لكم من عندها وبس وحدة حتى اشوفكم اياها من الداخل ومن برا. شوفوها كلش طيبة ولا تفلشت ولا صار بيها اي شي، كلش حلوة. اتمنى ما تنسون اللايك والاشتراك ودعم للقناة، واذا اول مرة تشوفون القناة مالتي تشتركون بيها، واكون جدا ممنونة لكم. وفي حفظ الرحمن، ومع الف الف سلامة.